ويؤدي إلى أن القلب يكون لين. وكما ذكرنا سابقا بأن تلاوة أو عفوا سماع الأغاني يؤدي إلى قسوة القلب، فإذا شغلت قلبك بذكر الله عز وجل يكون ألين ويملأ هذا الفراغ بذكر الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا الموضوع يطول جدا. دعونا ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية والترند. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية، فقرة ترند المستحدثة في هذا الموسم من ساعة الشباب. طيب أبو صقر، عندنا اليوم بعض الترندات الجميلة جدا. دعنا أول شيء نبدأ بالترند الخفيف اللي تعودنا عليه في فقرتنا، ألا وهو برودة الأجواء في المملكة العربية السعودية. ولماذا هذه الفقرة هي ترند في المملكة تحديدا وليس في غيرها؟ أنه لم نعتد أن هناك برودة شديدة تصل إلى هذه الدرجات، يعني المتدنية جدا من درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية. يقابلها دائما عندنا في السعودية، يعني عندك موسم البرد والأمطار وإلى آخره، يقابلها مباشرة إيش؟ الطلعات والكشتات والبر. وهنا يعني لابد أن نحذر السادة الكرام الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية أنه لابد أن يعني تتخذ تدابير السلامة وما ذاك، أنه عندنا هنا مناطق يعني شاسعة جدا صحراوية. كثير نسمع قصص أنه والله فقدان شاب أو يعني تعلق أو تغريز سيارة في منطقة ما بعيدة عن ما فيها لا شبكة ولا محزون، بالتالي لا سمح الله قد يعني يتأثرون بشكل كبير. فبالتالي نحن نحذر مشاهدينا الكرام، واستمتعوا بأوقاتكم، استمتعوا بهذا الموسم، ولكن لابد أن تضعوا معايير السلامة في عين الاعتبار. الترند الثاني، وأعتقد أن هذا الترند الأهم في هذا الأسبوع، هو أول ظهور لكريستيانو رونالدو. خلينا نأخذ أولا المباراة الرسمية قبل أن نتكلم عن مباراة موسم الرياض. الظهور له في أمام الاتفاق. نعم. انتهت المباراة 1-0 لنادي النصر. من الغريب أن رونالدو في هذه المباراة ما دخل في تشكيلة الجولة، وأنا كنت متوقع أنه بيطلع له بهاتريك، كنا أول مباراة وكون أنه يعني لاعب كبير جدا مع منظومة رائعة. لكن لو تلاحظ يا عبد الرحمن في مقاطعه هو معطينا إشارة الكابتنية في تحس أنه متحمس كأنه ابن النادي يا رجل، يعني تقول كأنه له 10-15 سنة في النادي. يلا يا أخوان، يلا يا شباب، يلا، ويشجع ويلعب وتشوفه هو رأس حربة من النص قاعد يتحرك ويمشي ويتحرك بس تحس أنه يعني اندمج بشكل كبير جدا. لكن طبعا ما غير مستغرب، لأن أمثال هؤلاء اللاعبين الأساطير يندمجون مع أي نادي. لكن حدثني عبد الرحمن عن مباراة موسم الرياض وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وظهور كريستيانو رونالدو كان يعني ما شاء الله عليه مبدع في هذه المباراة، وظهور ميسي وإمبابي ونيمار. نعم. طبعا السعودية الآن تتجه إلى أنه يعني تستثمر في كرة القدم لتجلب أنظار العالم إليها. السعودية التي يعني حدث لها تغيير كبير على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياحة، وأيضا على مستوى كرة القدم، جلب نجم مثل كريستيانو رونالدو، وثم جعل أول مباراة لها في الموسم أمام من؟ أمام ميسي أو ضد ميسي. ولا أحكي لك أنه أول هدفين في المباراة كان هنا ميسي، ثم مباشرة كريستيانو رد عليه. فيعني هذه المباراة تحديدا كان لها يعني صخب كبير كبير جدا إعلاميا، وأعتقد أنها سوف تكون، إن ما خاب ظني، ما أدري إذا كريستيانو رونالدو أو إذا ميسي. طبعا عندنا هنا فقرة بعد مباشرة، لا أعتقد أن ميسي وكريستيانو رونالدو سوف يجتمعون في مباراة يعني بعد هذه المباراة، إلا أنهم يعني يلعبون في دوري واحد. هذه المباراة تحديدا يا أبو صقر يعني لها صدد كبير جدا، وسوف يعني هي خلاص جلبت أنظار العالم السعودية. يعني ما في أحد يتابع كرة القدم ما سمع بالسعودية أو ما يتمنى أنه والله يروح للسعودية عشان يشوف مباراة لكريستيانو رونالدو. طيب بالحديث عن كريستيانو رونالدو مباشرة، عندنا يعني أخبار هي من أخبار من صحف عالمية ومحلية في السعودية.
يعني ما هي الأخبار يا أبو صقر؟ هي أخبار عن انتقال نجمين كبيرين. أنا أمس قرأت أن ليونيل ميسي أبدى يعني رفض للعرض المقدم من باريس وناديين سعوديين داخلين في الساحة بقوة، نادي الاتحاد والهلال، واحتمالية انتقال ليونيل ميسي إن شاء الله إلى كتيبة النمور. وصراحة أتمنى أنه يكون موجود في نادي الاتحاد بحيث يكون في كلاسيكو يعني مع شو اسمه مع كريستيانو رونالدو في النصر. العرض المقدم له يعني قاعد يقولون أنه 10 أضعاف من عرض نادي باريس، لكن لا أعلم عن صحة المعلومة يعني ماني متأكد منها، لكن هذا حسب ما قرأته. الخبر الأهم يقال أن لوكا مودريتش وقع مع نادي النصر. يا رجل احنا ما لحقنا يعني نخطى صفقة كريستيانو، تونا على كريستيانو رونالدو اللي يقول لك لوكا مودريتش يعني احنا نقول ممكن كريستيانو رونالدو انه يعني بدون نادي وما في عرض رسمي جاه من نادي اوروبي يلعب في دوري ابطال اوروبا، لكن انت يا لوكا مودريتش تلعب في ريال مدريد، نعم، وعندك بعد كم اسبوع مباراة ضد ليفربول في دوري ابطال اوروبا في الدور 16. يعني ما ادري هل هذا الخبر يعني ممكن يكون يعني واقعي ومنطقي. انا لا اعتقد صراحة، لا اعتقد ابدا انه، ولكن كل شيء وارد يعني لا مستحيل، ولكن مجرد توقعات اني يعني ممكن مودريتش في نهايه الموسم انه ينتقل للدوري السعودي، ولكن الموسم هذا تحديدا انت توك طالع من كاس عالم واساسي في كل المباريات، وصلت الى نصف النهائي وكنت اساسي وفي ريال مدريد انت اساسي وحجر وقطعه اساسيه من تشكيله. صعب جدا تجد لاعب وان كان متقدم بالعمر لكن تجد انه ركيزه اساسيه في الفريق انه ينتقل بسهوله الى نادي مثل نادي النصر وفي الدوري السعودي، بدون اهانات ولكن مع احترام شديد لنادي النصر والدوري السعودي، لكن انت تلعب في ريال مدريد في الدوري الاسباني دوري ابطال اوروبا. طيب لا مقارنه ابدا. ممكن يكون اقنع كريستيانو رونالدو تواصل معه، ممكن تأثير كريستيانو رونالدو ترى ممكن يكون هو السبب الرئيسي في يعني جعل لوكا مودريتش يعني يذهب الى نادي النصر تحديدا. ايضا العرض قد يكون مغري جدا، هو ما ادري صراحه الفلوس هذه وين قاعد تجي لنادي النصر، لكن ما شاء الله تبارك الله يعني نتكلم عن ارقام فلكيه. ولا شك ان السعوديه ايضا تحديدا هي الحكومه السعوديه لها استثمار ولها يعني تدخل كبير في هذه الصفقات. يعني مستحيل نجد نادي مثل نادي النصر يعاني من مشاكل ماليه قبل سنتين 3 سنوات الان يفاوض هؤلاء النجوم العالميين وبهذه المبالغ الفلكيه جدا، لا يعني الا ما يكون في تدخل خارجي. اكيد في طبعا. اللهم صل على محمد. رئيس هيئه الرياضه العامه الامير عبد العزيز بن فيصل ذكر ان احنا سندعم الفرق السعوديه بلاعبين او لاعبين عالميين، كما يعني ذهب كريستيانو رونالدو الى نادي النصر، لكن دعم الاتحاد والهلال والاهلي، ثم ينجب لهم لوكا مودريتش، يجيب لهم كريستيانو ولوكا مودريتش ثم الاتحاد كورنادو. يعني نشوف. والمتوقع ان يعني المملكه العربيه السعوديه ستكون هي حديث الساحه في المستقبل لكره القدم، كونها الان قاعد تجذب او تجلب عدد من اللاعبين الكبار. عبد الرحمن، خلينا ننتقل الى الترند الاخير وهو تقديم الانتخابات التركيه. طيب تقديم الانتخابات التركيه يا ابو صقر، يقول مسؤول كبير في حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا ان الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان يفكر في اجراء تغيير طفيف في موعد الانتخابات المقرر اقامتها في منتصف يونيو المقبل. وردا على سؤالي بخصوص إمكانية إجراء انتخابات مبكرة قال المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي نريد إجراء الانتخابات في 18 يونيو، لكن بما أن هذا الموعد يتزامن مع موسم العطلة الصيفية حيث يسافر الناس فإننا نبحث عن تقديم الموعد قليلا. هذا هو كان نص المتحدث الرسمي باسم هذا الحزب، حزب العدالة والتنمية. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير لنعود إليكم مع الفقرة المحبة للجميع، فابقوا معنا.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريته دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى آخر فقراتنا لهذه الحلقة وسبورتس. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد في فقرة سبورتس. طيب، عندنا بعض الأحداث المهمة يا أبو صقر التي حدثت خلال هذا الأسبوع المنصرم، ونتحدث هنا عن وش ودك نبدأ بها يا أبو صقر؟ عندنا يعني بعض المحاور المهمة. خلينا نبدأ بالفريق المحبب لك يا أبو صقر، الاتحاد. مباراة الاتحاد والفيحاء التي تألق فيها الاتحاد بشكل كبير وتصدر صدارة مؤقتة إلا أن فاز النصر أمام الاتفاق وصدر مع وجود فارق مباراة لنادي الاتحاد. طيب، حدثنا عن هذه المباراة يا أبو صقر. والله المباراة كانت جميلة. أنا من زمان ما رأيت الاتحاد بهذه القوة وهذه الشخصية الكبيرة جدا في الملعب. عودة الأهداف من الضربات الحرة. كورنادو أعتقد يقول لك آخر ضربة حرة سجلها من 2018. الاتحاد من زمان أنا ما شفت له يسجل هدف من ضربة حرة. آخر مرة أذكر اللاعب الكويتي فهد الأنصاري
هو كان اخر او كارلوس فيلانويفا، يعني من زمان 2018 19 قديم الكلام. لكن عوده يعني الاتحاد قاعد يلعب بشخصيه كبيره جدا، في سيطره في نص الملعب والهجوم يعني متمكن مع بعض. هدف حمد الله، يعني اهداف الاتحاد كانت جميله. الهدف الاول هدف كورنادو كان رائع من ضربه حره، وهدف كورنادو هدف حمد الله اسيست كان، وسحب في اثنين، يعني اخذ فاول اخذ بلنتي من العدم، كان يعني ذكي جدا. وهدف هارون كمارا وتحركات هارون كمارا كانت في هذه المباراه والله كانت جميله جدا. يعني ان شاء الله يا رب ان هارون كمارا استعاد الموهبه اللي كانت عنده ايام لعبه في نادي القادسيه، كان ما شاء الله تبارك الرحمن حريف. مبدع. جاء الاتحاد وما ادري الموهبه هذه، لكن لعلها مع المدرب الجديد يرجع هارون كمارا الى ما كان عليه سابقا. وان شاء الله ان الاتحاد يستمر على هذه الشخصيه، لانه يوم الخميس في معركه كرويه اعتقد انها ستكون هي الاقوى في هذا الموسم. تتكلم عن نصف نهائي كأس السوبر بين الاتحاد والنصر يوم الخميس، معركة كروية كبيرة جدا، لقاء بين رونالدو وحجازي. يعني الواحد ينتظر مثل هذه اللقاءات، ولقاء بين حمد الله وما حقول لك عبد الاله العمري، لا، لقاء بين حمد الله ونادي النصر كامل يعني وجماهيره وادارته وكل منسوبي نادي النصر ينتظرون هذه المباراة، لانها مباراة كبيرة جدا، وتتكلم عن نص نهائي بين ناديين كبيرين، يعني الاتحاد اولا ثم يليه نادي النصر. فاستمتعوا بهذه المباراة. اتمنى الاتحاد يعني انه يعني يستمر على هذا الاداء الجيد لملاقاة نادي النصر. الله اعلم انه هو النادي الاقوى الى الان المتواجد في الدوري السعودي. عبد الرحمن، ننتقل من هذه المباراة الى مباراة موسم الرياض بين فريق موسم الرياض وفريق باريس جرمان. شعرت ان كريستيانو رونالدو كان في الشوط الاول تقول متحمس، من زمان ما تقول من زمان ما لعب، بحيث ان ميسي سجل هدف وخلاص. يعني عجلة العادة ان اللاعبين الذين يتخلون عنهم فرقتهم او يعني يسببون لغط كبير، انه مباشرة في اول مباراة يعني عندك حمد الله اول ما طلع من النصر وصارت مشاكل وجاء الاتحاد، اول يعني 5 مباريات كان منفجر وكان منطلق. احنا كنا نقول يا اخي وش الانتقام، بعد ذلك مستواه يعني تدنى قليلا، ثم الان بدا يستعيد المستوى. هذه طبيعي انه نقدر نقول انه انا والله لفتره ما لعبت فابغى ابدا يعني اعلى يعني فورمه ممكنه. واصلا عندك كريستيانو رونالدو اصلا هو يعني بحد ذاته شخص يحب التحديات، وتلقاه اصلا في المباراه واحده جرينتا ويحاول يعني هذا الشيء يسبب له انه يكون بعض الاحيان اناني، ولكنه هو يحب تسجيل الاهداف، يحب انه يكون هو المؤثر، يحب انه يكون هو الحاسم. وهذا اللي فرق كريستيانو عن غيره، يعني عن غيره في بقيه اللاعبين، تحديدا لعيبه خط الهجوم. هل هذه النقطه بس، ولا وجود ميسي اثر انه يصير؟ هو لا شك انت كل ما زاد الضغط على كريستيانو رونالدو، كل ما كريستيانو رونالدو تحديدا كل ما زاد الضغط عليه كل ما حب انه يبرز بشكل اكثر. تجده مثلا في المباراه الشهيره امام اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني عندما سجل هاتريك امامهم، عفوا في دوري ابطال اوروبا عندما سجل هاتريك امامهم، هذا نتيجه الضغط. يعني الجماهير كانوا يردون ميسي ميسي ميسي، وهذا الشيء سبب ضغط على كريستيانو رونالدو، فانفجر امامهم وسجل هاتريك، ثم يعني طلعهم من دوري ابطال اوروبا. عندك امام يوفنتوس عندما يعني انتصر، عفوا امام اتلتيكو مدريد يوم كان مع اليوفي، عندما انتصر اتلتيكو مدريد في الذهاب 2-0، ثم عاد كريستيانو رونالدو سجل هاتريك واخرجهم من دوري ابطال اوروبا. هذه كلها ضغوط. كريستيانو رونالدو شخص يحب الضغوط، فلما تدب له مباراه يعني هي اول مباراه بعد فتره طويله وبعد لغط كبير حصل لكريستيانو رونالدو امام من؟ امام ميسي. طبعا يعني كريستيانو رونالدو راح يعني يبذل يعني المستوى اللي ممكن يوصل له او اعلى مستوى ممكن يوصل له حتى يعني يظهر بصوره لائقه، وهذا اللي فعلا ظهر. سجل الهدف الاول وكان هو المسبب في البلنتي، وسجل هدف ثاني وكان هو صاحب الكره الاولى ثم رجعت ثم شهدها مره ثانيه. يعني كريستيانو رونالدو عنده هذا الشغف، وان كان يعني كبر في السن، ولكن قد ممكن يستفيد منه نادي النصر. هنا خلينا نتحدث عن فائده نادي النصر من كريستيانو رونالدو. هي ما راح تكون فائده على الصعيد يعني الاقتصادي والتسويقي والحملات الاعلانيه، لا، انما يكون قد يكون ايضا على صعيد كره القدم. شاهدت في المباراه الاولى لو لاحظتم هدف تاليسكا امام الباطن،
كيف جاء هذا الهدف؟ جاء هدف بعد ما كانت عرضية من عبد الرحمن غريب ثم كانت متجهة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو. المدافعين الاثنين عبد الله العمري وما يحضرني الاسم المدافع الآخر وش سووا؟ على طول مسكوا كريستيانو، لأنه كريستيانو رونالدو هذه لعبته الكرات العرضية. تاليسكا فاضي ورا، يعني حرفيا أنا شفت تاليسكا قلت يا أخي وين دفاع النصر؟ لا الظهير كان ماسك تاليسكا ولا المدافعين كانوا ماسكين تاليسكا، سجلها بأريح ما يمكن. هنا تأثير كريستيانو رونالدو إنه راح يعني يسحب المدافعين معه. طيب أعتقد إنه مباراة الاتحاد والنصر سوف تكون أيضا مباراة حاسمة لمستقبل كريستيانو رونالدو والنصر. يعني لو فاز النصر يعني إن شاء الله يعني ما يكون هذا الكلام كنا ينال ويضم شدة نادي الاتحاد، لكن لو فاز نادي النصر وكان كريستيانو رونالدو هو الحاسم في هذه المباراة أعتقد سوف يكون هذه المباراة صدى كبير جدا. أنا المباراة الماضية سمعت إنه أكثر من 20 قناة حول العالم وقنوات أيضا برتغالية تحديدا كانت طالبة أنها تنقل مباراة النصر أو عفوا مباراة النصر كلها، كل مباراة النصر في هذا الموسم طالبين أنهم ينقلونها بسبب كريستيانو رونالدو. هذا تأثير بسيط من تأثيرات الدول على الدوري السعودي. طيب خلينا نتحدث بعد ما تحدثنا عن الدوري السعودي نتحدث عن الدوري الأشهر والأكبر في هذا العالم، الدوري الإنجليزي وصدارة أرسنال للدوري الإنجليزي. هنا يا أبو صقر يا رجل أرسنال ودي أي نعم تفضل. أرسنال يعني الموسم هذا يعني منفجر يا رجل. إيه منفجر جدا نعم. منفجر يعني مش طبيعي اللي قاعد يصير. وصراحة يعني مانشستر سيتي خلال آخر 5 سنوات يعني كان هو ثابت في المنافسة على الدوري الإنجليزي ويتحركون المنافسين. يعني أصعب منافس واجهه مانشستر سيتي اللي هو ليفربول مع كلوب، هو كان أصعب يعني منافس له وانتزع منه دوري واحد ونافس على دوريين وفاز مانشستر سيتي بنقطة واحدة. هنا تكمن قوة جوارديولا أنه يعني يستطيع أن ينافسك إلى آخر نقطة. ما أرسنال يعني أنا أقول لك إنه يعني خاض اختبارات كبيرة هذا الموسم، خاض اختبارات التوقف الدولي لبطولة كأس العالم، خاض اختبارات إنه جت بعض الإصابات، خاض اختبارات إنه يلعب أمام فرق كبيرة جدا مثل ليفربول ومانشستر يونايتد اللي انتصر عليه في آخر مباراة 3-2. يعني في داخل المباراة كان يختبر اختبارات كبيرة جدا إنه والله أنا أتأخر أمام الفريق الذي أمامي. مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد يعني حصل هذا الأمر، تأخر بنتيجة المعاد ثم فاز أيضا على مانشستر يونايتد. لكن حديثي عن المنافس الفعلي لنادي أرسنال وداني أقول بصحيح العبارة أنه المنافس على الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي هو أرسنال تحديدا، حيث أنه لسه الدوري طويل وجوارديولا لا تأمنه إلى آخر جولة. لكن هل هذا الفريق لأرسنال سوف يستطيع أن ينتصر في الدوري الإنجليزي وينافس إلى آخر مباراة؟ احنا نتحدث عن باقي يمكن حوالي 15 مباراة. هل تشوف أنه ممكن هذا الفريق يعني يصل بعيدا ويتوج بالدوري الإنجليزي؟ والله إلى الآن ممكن لأنه شرس، لكن ما تضمن. يعني أنت معك السيتي جوارديولا يعني ما يضمن أبدا. جوارديولا لو تشوف الموسم الماضي إيش صار بينه وبين ليفربول، جلسوا يجرون ورا بعض إلى ما أخذها يعني في الأخير جوارديولا. أي فذا جوارديولا يعني لن يترك أرسنال يمرون بهذه السهولة. سيواجهون أرسنال يمتلك فريق قوي جدا، لكن بالمقابل جوارديولا معاه كتيبة جيدة يعني، وخاض مثل هذه المعارك كثير. الموضوع انه في واحد قاعد ينافسك على الدوري يعرف كيف يتعامل معها، لكن ينتظرنا يعني 15 مباراة يعني قوية جدا. لكن يا عبد الرحمن لو تحدثنا عن خماسية امبابي امس والله يا اخي انا صراحة فتحت المباراة دقيقة 25 يعني قبل الهدف الاول بدقيقتين 3 دقائق، من كثرة ما الاهداف كانت تيجي ورا بعض كنت متوقع ان المباراة هذه اعادة وانه بس قاعدين يجيبون الاهداف. يعني انا الهجمة الاولى جت هدف قلت حلو، صفروا سنتر الفريق الثاني ما يذكرني اسمه هدف الثاني يا رجل شوي كذا هدف الثالث يعني باريس سان جيرمان يعني لولا انه يعني موجود في دوري مثل الدوري الفرنسي، ولكن لو كان في دوري اخر
كان يعني راح يكسر الدنيا بلا استثناء مع هذه القوة في تشكيله وفي عمق التشكيله، وعندك نجوم عالميين، وعندك مبابي يا رجل، عندك مبابي اللي والله احنا كنا نقول والله عشان باريس سان جيرمان مؤدي هذا الاداء. هو فعلا هذا الشيء يعني عشان في الدوري الفرنسي يعني يعطيك هذا الاداء الكبير جدا، ولكن شفناه في كاس العالم، شفناه في دوري ابطال اوروبا، شفناه، وبالتالي ما في احد يختلف على كيليان مبابي، ما في احد يختلف على ميسي، ما في احد يختلف على نيمار، وهذه النجوم الكبيره ما في احد يختلف عليهم. مشكله باريس سان جيرمان انه يخوض اختبارات صعبه في الموسم، يمكن 5 مرات 6 مرات، اذا مره وصل 7 مرات اذا وصل النهائي في دوري ابطال اوروبا. دور المجموعات بالنسبه له يعني تحصيل حاصل، في الادوار الاقصائيه هي الاختبارات الفعليه للباريس سان جيرمان، فبالتالي هذا يعني عدم الاحتكاك بهذه الفرق وهذه المباريات الكبيره يؤدي الى ان باريس سان جيرمان تفلت من بعض المباريات، وهذا السبب اللي يخلينا نقول والله باريس سان جيرمان يعني مرشح لدوري ابطال اوروبا ومو مرشح، انها خايفين منه يعني قدام ريال مدريد وانت منتصر ومهيمن، يعني يعود امامك ريال مدريد وهو يعني يعاني جدا على مستواه الفني، ويعود امامك في غمضة عين. لا انت عندك مشكله كبيره جدا، انت ما تستطيع، لا تملك هذه الشخصيه اللي تجعلك تنافس على بطوله صعبه مثل دوري ابطال اوروبا. طيب ابو صقر حدثني عن المباراه نقدر نقول هو كلاسيكو الارض الى الان، وان يكن انه كريستيانو رونالدو وميسي خرجوا من ريال مدريد وبرشلونه، لانه هذا الكلاسيكو تحديدا يعني لم يفقد صداها ابدا، ولم يفقد لمعانه وبريقه. انتصار كاسح لكتيبه تشافي امام ريال مدريد الذي يعاني كثيرا. ما قولك في هذه المباراه يا ابو صقر؟ مباراة كانت كبيرة جدا، ظهر فيها اللاعب اللهم صل على محمد، اللاعبين الصغار في نادي برشلونة، بيدري واللهم صل على محمد اسمه الثاني جافي وبيدري. الغريب انا اعتقد ان ريال مدريد كان في سحر في الموضوع. مستحيل ان ريال مدريد يؤدي مباراة نهائية بهذه البرود. رجل انت تتكلم مع فريق كان يقود النهائيات، فعنده من الخبرة شيء كبير جدا، يعني كان يضم لعيبه كبار، مودريتش كان موجود في الملعب، بنزيما، ناس يعني خاضت النهائيات هذه بشكل كبير جدا. لكن ايش السبب يا عبد الرحمن؟ اولا السبب الاول والاساسي هو قوه نادي الفريق برشلونه في هذه المباراه تحديدا، ويعني تكتيك تشافي الذي استخدمه في هذه المباراه، لعب ب4 لاعبين وسط يعني امام فريق يعني يحب ان يمتلك الكره مثل، وعندما يمتلك الكره يكون خطير جدا. هذا التكتيك الاول. التكتيك الثاني انه ريال مدريد اصلا يعاني بعد انتهاء كاس العالم، يعاني على مستوى الدفاع، يعني نجد انه الدفاع شوارع لدرجه انه لعيبه وسط مثل بدري وجافي هم اللي كانوا يسجلون الاهداف. مع انت عندك شوارع في دفاعك يا ريال مدريد. اعتقد انه المنافسه بين برشلونه وريال مدريد في هذا الموسم ستكون على قدم وساق. في الدوري الاسباني تحديدا كون برشلونه غادر دوري ابطال اوروبا ويلعب في دوري اخر، وريال مدريد الذي ايضا يعني لن يكون لقمه سهله لفريق تشافي، وتشافي تحديدا كان يحتاج هذه البطوله بشكل كبير جدا، كونه يعني هذه اول بطوله له من بعد ما مسك نادي برشلونه، فبالتالي هي بتكون دافع لهذا الفريق. ابو صقر اشكر لك هذا الابداع وهذا التالق في هذه الحلقه الجميله، ويعني كعادتك يعني ما يحتاج نقول يا ابو صقر. الله يكرمك يا عبد الرحمن، والشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده. وصلنا واياكم الى المحطه الاخيره وهي محطه الختام. نلتقيكم باذن الله عز وجل في تمام الساعه 4 يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل. محدثكم أنس ابن بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.